شوبير ولا الشناوي؟ بس انا عايز الاتحاد الكوره يوافق على الطلب ده. من احلى الافلات اللي كان لازم حسام حسن يقفل عليها. انا من وجهه نظري شايف ان حسام حسن مش هينجح مع المنتخب. انا ما بروحش برضه، خد بالك للنقطه دي دلوقتي. ممكن على فكره خد بالك، بص شئنا ما غينا، في لعيبه في الاهلي زملكاويه، في لعيبه في الزمالك اهلاويه، لكن مش ده الموضوع. ولكن ممكن علي لطفي حاليا عارف انه صعوبه طبعا هو يرجع للاهلي في ظل الايه مستوى مصطفى شوبير والشناوي لما فلو يرجع. الزمالك عايزه هيبقى في كلام بالظبط، هو ده قصدي. ولكن التفصيله اللي انا بتكلم فيها يا محمد مهمه جدا. انت لسه كنت بتقول دلوقتي ان الزمالك لما يجي يلعب بقى بعد كده دوري الابطال او شامبيونز ليج افريقي، الحاجات اللي بتحصل مع الزمالك في الكونفدراليه والاهداف اللي بتخش والاخطاء وطريقه اللعب، معلش انا لازم ابقى الواحد يبقى صريح. انت مش هتقدر ان انت تنافس في دوري ابطال افريقيا بالمنظر ده او بالجريد بتاعت اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي. طيب خليني صراحه اسالك بقى، انت متوقع او انت شايف ان جوزيه يلعب ازاي؟ جوزيه جوميز يلعب ازاي في ماتش العودة؟ بمناسبه جوميز برضه، عشان برضه دي تفصيله ثالثه برضه. ماشي. حسام عم بجيد برضه احنا بنتفرج تفاصيلك كترت. احنا بنحب الديتيلز دي يا محمد. انا كنت قاعد بتفرج معاك على الماتش اللي امبارح انا يا محمد. المهتم يا محمد ما بالتفاصيل. تعصبنيش. ماشي يا عم اصاله. قول. حسام عم جيد لو تلاحظ امبارح بعد ما تسبب في ركله الجزاء اللي اتحسبت على الزمالك، انا جالي احساس 100% ان هو خرج بره الماتش في قراراته، حتى في الباص وهو اخر واحد في الملعب. الباص بيطلع منه بطريقه فيها تردد وفي هزه فيه، يعني في هزه نفسيه انا شايفه هو بيلعب. ولكن التفصيله هي ان ما بين الشوطين، ودي بقى اللي بتكلم عليها الجوميز، ودي شطاره مدرب طبعا، ان هو قدر يعني يخلي اللاعب ان هو يرجع الشوط الثاني وهو واقف على رجله. يعني انت شفت الشوط الثاني، لا حسام عبد المجيد رجع وقف تاني على رجله في المباراه، والاخطاء قلت وقدر ان هو يكمل المباراه. وهو انا حسيت ان هو حد الشوط الثاني وكان حد اولاني الشوط الاول. طبعا غلطه برضه ما كانتش ينفع يعني. هيعمل ايه جوميز في الماتش التاني؟ شايف انه يهاجم ولا يوازن ويرجع يهاجم اخر 10 دقايق ولا يضغط من اول الماتش؟ انت شايف ايه؟ لا لازم مع فريق زي نهضة بركان كده انت لازم تجيب هدف في اول ربع ساعه او 10 دقايق. يعني انت شايف انه يستغل ضغط الجمهور بالظبط اول نص ساعه؟ يعني بص مش هنخبي على بعض، كلنا عارفين، انا وانت واي حد عارف ان الملعب هيبقى متقفل. بص لو الملعب متاح ان يحضر فيه 120,000 هيحضر فيه 120,000، متاح هيحضر فيه 90 هيحضر فيه 90. الملعب هيبقى متقفل وانا واثق من الكلام اللي انا بقوله. وطبعا انت عارف التذاكر اصلا نزلت خلصت، ده مفيش في ساعتين. ساعتين ايه؟ انا عايز اقول لك، انا هفاجئك واقول لك ان التذاكر خلصت في 10 دقايق مش في ساعتين، وانا مسؤول عن اللي انا بقوله لك. في 10 دقايق انتوا ادرى. فانت عارف ليه اصحاب مهمين في شركه تذكرتي. اللي عايز يجيب اي تذكره يا جماعه يكلم مصطفى. احنا ما فيش حد عارف يجيب تذاكر. تذاكر. لبسك على الهوا خد بالك، ولا هتعرف تجيب تذاكر خلاص لماتش الزمالك. وفي ماتش الاهلي والترجي لما يجي مش هتلاقي برضه التذاكر ما خدتش 10 دقايق ربع ساعه والموضوع خلص. لكن هنا انا بتكلم مع فريق زي نهضة بركان هيواجه الزمالك، ان انت تضغط عليه من اول ربع ساعه تجيب هدف عشان تبقى انت مأمن سير المباراه معاك. تمام، ما تحطش نفسك في مواقف في المباراه ان الفوز يتاخر او هدف التقدم يتاخر معاك مع فريق. انا بشوف من وجهه نظري ان هو هيدافع، يعني لا يملك شيء في المباراه غير ان هو هيدافع قدامك. لان انا زي ما قلت لك ان الكواليتي بتاع فريق نهضة بركان مش يعني انا من وجهه نظري مش الفريق اللي يتخاف منه طبعا. لكن لازم الزمالك يحترم طبعا المنافس بتاعه، ده شيء اساسي. ولكن لازم يضغط عليه من اول المباراه ويقدر يجيب هدفين. يعني ان شاء الله الزمالك لو جاب هدف بدري هيقدر يغطي بالهدف. تتوقع الزمالك يجيب كام؟ بس انت سألتني على التشكيل الزمالك. التشكيل ده سيبه بقى الجوميز. انا بس شايف ما يبداش بسامسون بس اهم حاجه، او في المكان اللي بدأ بيه في الماتش. انا شايف ان اوباما لازم يلعب الماتش ده. يعني دي تبقى بقى على حسب حالة اللاعب برضه. لا لو فت انا شايف انه يلعب يعني ماتشه، وهيفرق قوي انه يعرف يزق زيزو بالحته اللي قدام دي عشان يعرفوا يعملوا التحولات ويهجموا ويضغطوا. لو انت فعلا الزمالك عايز يعني يضغط في اول ماتش، تتوقع الزمالك يكسب كام او يخسر او يتعادل؟ ده سؤال الحلقه. سؤال الحلقه. محمد هيقول سؤال الحلقه النهارده يا جماعه، عشان اللي هيتوقع نتيجه مباراه الزمالك ونهضة بركان في العوده هيكسب تيشرت الزمالك الاوريجينال. شوف بقى مقاس حضرتك كام عشان ايه بس يجيبوا النتيجه صح. بالظبط كده. انا اتوقع المباراه تخلص 2-0.
انا ده توقعي برضه. انا اتوقع زي وانت قلت لي كلمه حلوه امبارح قبل ما نقفل بقى، اللي ايه القصه بتاعت مباراه الزمالك ونادي البركان. انت قلت لي حاجه حلوه على فكره، وانا عندي احساس ان انت كلامك هيطلع صح، ان هدف سيف الجزيري اللي جابه ده هيبقى سبب من اسباب حصول النادي على بطوله الزمالك. الهدف ده هيفرق. اصل البطوله يا ابني بتنادي صاحبها. اسمع مني، بعد 2-0 انا قلت فعلا البطوله بعيد، لكن لما الجزيري جاب جون انا بقول لك اهو البطوله بتنادي صاحبها. خلاص ماشي. فانا شايف انت شكلك بترسم على التيشيرت. يعني ما انت نفس الرقم بقى، هنعمل ايه بقى؟ طيب هنعمل ايه؟ طيب احنا الاثنين نفس الرقم اهو، حطينا 2-0 لحد توقعنا. عامه عايزين الساده المشاهدين والمستمعين يقولوا لنا توقعاتهم لنتيجه ماتش الزمالك ونادي البركان اللي هيتلعب ان شاء الله يوم الاحد الجاي في استاد القاهره. اللي هيتوقع نتيجه صح هنتواصل معاه ان شاء الله علشان خاطر هيكسب تيشيرت الزمالك يعرف الاوريجينال يا جماعه. ان شاء الله ايه يكون ليه ان شاء الله معنا تيشيرت ان شاء الله. ولو القاهره ان شاء الله نقابله وننزل نصور معاه وكل حاجه. السؤال بقى ننتقل للنادي الاهلي اللي عنده ماتش ان شاء الله يوم السبت الجاي برضه. ترجي. سؤال مهم جدا صغير عشان يعني يفتصل كل شيء، هي خناقه اليومين دول كلها. شوبير ولا الشناوي في الفاينل افريقيا؟ اتكلمنا الحلقه اللي فاتت وقلنا احنا برضو ليه بنكبر المواضيع وبنفتح مواضيع ملهاش اي لازمه. هي الناس فتحتها بقى، هنعمل ايه؟ ما الناس فتحتها فاحنا لازم نضطر الناس بتحب تملى. انا لو بايدي وصانع قرار في القنوات انا هقفل الموضوع، لان المفروض ده قرار مدير فني واللي يلعب ان شاء الله يأدي وزي الفل. لكن خلاص انا هقول لك حاجه بسيطه، احنا هنتعب نفسنا ليه؟ هو انت الفاينل بتاع السنه اللي فاتت الاهلي قدام الوداد مين اللي لعب مباراه الذهاب لما كان الشناوي متصاب؟ ايوه عشان كان الشناوي انت بتقول هو متصاب، احنا دلوقتي الاثنين بيلعبوا. يعني هو الشناوي النهارده مش مصاب؟ يخلع تيشيرت الزمالك ويلبس تيشيرت الاهلي والله. وحضرتك دلوقتي لو مكان مارسيل كولر هتلاعب الشناوي ولا هتلاعب الشناوي ولا بيولوجيك شوبير اللي هيلعب ده المفروض. انا بغض النظر مين المفروض انت تلعب بمين؟ هلعب بمصطفى شوبير، هو اللي بيلعب وهو اللي جه في الملعب. اسمحوا لي بقى انا اختلف معاكم، انا هلعب بالشناوي، بس انا وجهه نظر لو تسمحوا لي يا جماعه ان انا اعرضها على حضراتكم. راس مال نادي الترجي العرضيات جميل، وديفو شوبير العرضيات. الشناوي احسن في العرضيات. هتقول لي ما لعبش قبل كده، اقول لك لا، ده جون مش من امبارح ولا جون لسه هيلعب اول ماتش في حياته، ده راجل عنده اكتر ماتشات واحتكاكات افريقيه في مصر، وهو اكتر واحد لعب ماتشات افريقيه للنادي الاهلي. فهو انه يرجع يلعب حتى لو ما لعبش قبل كده هو مش معضله كبيره. الشناوي من امتى مصاب؟ بس عشان نبقى ناخد الموضوع انا عارف ناخده ستيب باي ستيب كده. شهر واحد. جميل. ولسه راجع فت من اسبوعين. وارجع تاني واقول لك برضو ان مصطفى شوبير السيزون اللي فات هو اللي وقف في نهائي يا سيدي. انا شايف انه يلعب هنا، انا مش هقول لك لا، انا شايف ان مصطفى شوبير يلعب هنا على فكره. العوده انا مع ان مصطفى شوبير يلعب العوده على فكره، لان حق الولد لعب 7 ماتشات شال النادي الاهلي. اكس جي على الاهلي كل مره 2.3 او 3.5 وكل مره بيطلع زيرو. فالراجل عمل اللي عليه، وشفنا ده في ماتش مازيمبي، شفناه في اتحاد العاصمه انا بتذكر، يعني انا مش فاكر غلط، لا شفناه في كل حاجه. الولد عمل اللي عليه وزياده. خلاص يبقى ليه اللي بتكلم فيه النهارده حضرتك بكل بساطه شديده جدا. مشكله مصطفى شوبير العرضيات. انا الترجي هيلعب على النادي الاهلي عرضيات. يعني ماتش الوداد الفاينل السنه اللي فاتت الذهاب اللي كان في استاد القاهره ما كانش فيه عرضيات؟ كام عرضيه؟ انا بتكلم في العموم. والكوره اللي فاتت بالدفاع في العرضيه داخل الجول. ايه ده هتلعب الاول هناك مش هنا. ايه الكونسبت ان انا اجيب حارس مصاب من شهر يناير في بطوله افريقيا مع المنتخب، اجيبه خبراته يا بيه يلعب مباراه الذهاب. خليك معايا للاخر. خبراته يا بيه خليك معايا للاخر. يلعب مباراه الذهاب واروح جايب حارس مصطفى شوبير الحارس الثاني اوقفه مباراه العوده. ما هو حارس واحد يلعب الذهاب والعوده. مش فارق معايا يا باشا، مش فارق معايا العوده اللي يلعب شوبير يلعب. انا يفرق معايا الماتش اللي هناك اللي يلعب بيه. بس ادي وجهه نظري. طبعا مستر كولر له كل الحريه والاختيار، وكلنا ورا مستر كولر ومستر جوميز ان هم ان شاء الله يرجعوا لنا بالكونفدريشن كاب والشامبيونز ليج. انا ما عنديش مشكله بده، بس انا كل اللي بتكلم فيه مصطفى وجهه نظره ان مصطفى شوبير يلعب، انا وجهه نظري ان محمد الشناوي يلعب. يا ريت تشاركونا بارائكم في الكومنتات برضو وتقولوا لنا انتوا شايفين ان مصطفى شوبير يلعب ولا الشناوي. وكل ده ما يخليناش ننسى ان لازم فعل زر الجرس، سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على الفيسبوك، الانستجرام، التيك توك. ان شاء الله قريبا زي ما قلنا ومش بعيد قوي يعني ان شاء الله هنبقى على سناب شات.
والبودكاست بتاعنا يا جماعه على فكره نزل في انغامي، اللي حابب برضه يسمعنا كده وهو طالع على اسكندريه الصحراوي ولا اي حاجه، عشان الايام الجايه تبقى ايام اجازات وبتاع، فاللي عايز يشغل على الطريق كده حاجه يسمعها. انت بقى بمناسبه كلامك على الترجي، ميجيل كاردوزو مدرب الترجي التونسي، خد بالك من المدرسه، مدرسه ايه، راجل مدرب تكتيكي من الدرجه الاولى، تحفظ الدفاعي، بيقدر يقفل الملعب كويس جدا جدا جدا. هو راجل ايه عشان نبسطها كده للناس اللي فكره هو سيدي الاهلي الكوره، وهو هيلعب رد فعل مش فعل بالظبط كده. وعلى فكره انا اتفرجت على مباريات للترجي مع فرق اقل منه كمستوى، وبيلعب على نفس السيستم اللي انت بتتكلم ومع فيه. سان داونز هو عمل ايه مع سان بالظبط. داونز؟ بس انت وفضل خلي بالك وفضل ينيمهم بس اعلاميا، ده وانتوا مقبول، الجامدين ده وانت مقبول، البابا. ده مقبول مع فريق زي سان داونز، لان انت عارف سان داونز بيلعب على الاستحواذ، بيلعب على الهجوم الشرس، عنده الاهلي كورته كده برضه بالظبط. عشان ما هو ده مقبول مع لما يلعب كده مع سان داونز، لما يلعب كده مع الاهلي. لكن انا بقول لك شفته في مباريات في الدوري التونسي، وشفته في مباريات في دوري المجموعات بيلعب مع فرق اقل منه وبيلعب بنفس الطريقه دي. هو عشان ابسطها على ناس كده من المدرسه بتاعت باتشيكو ومدرسه فيريرا، اللي هو بيحب دايما يتحفظ دفاعيا، اللعيب لازم معاه بيبقى ملتزم تكتيكيا، وبيقدر يعمل تحولات، وتحولاته على فكره يعني فريق الترجي من افضل واحسن الفرق في حاليا في دوري ابطال افريقيا الموسم ده في التحولات من الدفاع للهجوم. لو انت اتفرجت عليه او ركزت فيه، والجون وقت بتاعهم الولد التحول الصغير اللي عنده الهجومي 19 بتاعهم سنه ده برضه بالظبط جون كده، كويس قوي. الله ينور عليك. برضه. وقت التحول الهجومي بتاعهم بياخد يعني ما بياخدش دقيقه، هو ما بياخدش دقيقه ونص. تمام. فعنده التحولات الهجوميه مرعبه، وشفنا ده في مباراه، على فكره في مباراه سان داونز، في مباراه الذهاب ومباراه العوده نفس السيستم. المفروض بقى الساده البشوات محللين الاداء في النادي الاهلي المفروض بقى يديني الكلام ده بقى، ويديني ريبورتاج اكيد كولر طبعا، عشان خاطر اكيد هم ادرى مننا في الكلام ده أكيد يعني, طبعا بايه، احنا بس بنشرح للناس، احنا بنشرح لكم بس يعني الفكره بتاعت الترجي بتبين بالظبط. وده عشان كده بقول لك، عشان كده انا بقول لك هو خلي بالك هيخش يلاقي الاهلي قافل في النص، يعني هو غصب عنه هيروح فين على الاطراف، هيقعد يرفع في الفرات. طب يا شوبير انا شفت في ماتش بلديه لا كل عرضيات عنده مشاكل فيها. على فكره خد بالك مباراه البلديه، انا برضو عشان ما بقاش كداب يعني، انا ما اتفرجتش عليها نظرا يعني لدي الوقت، ولكن انا رجعت شفت الملخص بتاع المباراه. مباراه البلديه على فكره في لعيبه كتيره ما كانتش في مستوى، واتفق معايا ناس اتفرجت على المباراه. يعني انت عندك امام عاشور مثلا ما كانش في خلي بالك الملعب سيء، اللعيبه بتفكر ودماغها في ماتش الترجي بالظبط يعني يعني ما كان يعني ما في لعيبه عادي، ما هو مش شرط، مش لازم اللعيب، اصل انت اللعيب عندك في مصر مش كل ماتش هيديك البيك بتاعه، ده طبيعي شئنا ما بينا، انت عارف. ده مش في فريق الاهلاويه يعني بص احنا مش عايزين خد بالك، مش عايزين نبخس بحق، نتكلم على الكلام ده، مش عايزين نبخس بحق البلديه برضه خد بالك. لا يعني البلديه خد بالك باقل الامكانيات، لا ولعب مباراه هقول لك يعني عارف ايه، ليس بالامكان افضل من مكان. انا عجبني فهمي عبد الرؤوف بصراحه، استغل كل الظروف، استغل سوء ارضيه الملعب بالظبط، استغل الجمهور. وعلى فكره دي كلها اسلحه متاحه ليه، بيشجع البلديه على فكره بالظبط. يعني على فكره الماتش ده وده الجميل على فكره، وده الجميل لما احنا اتكلمنا على الجماهيريه يا جماعه واهميتها، وان هي دايما بتدي صخب وفليفر لطيف كده، هنا الجمهور بيشجع وانا الجمهور بيشجع. ماتش الاتحاد والاهلي، ماتش الاسماعيلي والمصري او الاتحاد، لا لما الانديه دي بتلعب مع بعضها بتشوف كوره، لان الجمهور بقى بيشجع هنا وهنا، وبتبدا تشوف تحس ان الماتش كده في ديبيت ما بين الفرقتين. يا راجل مش ماتش بقى احنا جايين تحس انك جاي تعمل الواجب وتمشي يعني. احنا بنتمنى كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي، وعايزينكم برضه تكتبوا لنا في الكومنتات كده برضه انتوا متوقعين ايه برضه الماتش الاهلي والترجي في الذهاب، يعني زي ما بس ده معلوش مسابقه ان شاء الله في الفاينل، عشان بس نتفق مع الناس يعني مسابقه المره دي ان شاء الله على توقع نتيجه ماتش الزمالك كان الفاينل، وفي ماتش عايزين برضه العوده كده، خليكم حلوين معانا يعني، عايزين نسمع برضه منكم اراء اي حاجه يعني اقول ايه بس اي نفحه مش عارف والله هنعمل ايه. طيب بس مع البشر انا عايز بقى وقتنا برضه عايز اتكلم بقى عشان ايه يعني ايه نختم بقى يومنا النهارده. نتكلم في نقطتين، هنتكلم في قصه تصريحات حسام حسن اللي كانت بالنسبه لي غريبه جدا، واللعيبه اللي ممكن ان حسام حسن يضمها خلال الفتره الجايه من بره الدوري المصري، بما ان هو التصريح اللي انت لسه قايله من شويه بالنسبه لي غريب جدا. انت هتروح تجيب لعيبه من الدوري الهندي يعني مثلا؟ انا مش فاهم برضه، هيجنس انا مش فاهم. سياده العميد بقى، هي دي سياده العميد عنده اوبشن، قلت لك 100 مره ده العميد، سياده العميد عنده اوبشن. انت فاكر لما سالتني وقلت لي انت ايه رايك في تولي حسام حسن تدريب المنتخب؟ انا رديت عليك قلت لك ايه؟ انا من وجهه نظري شايف ان حسام حسن مش هينجح مع المنتخب. ليه؟ هقول لك بقى قبل ما
قبل ما تخش معاه. على فكره انا بالمناسبه من عشاق هيجري وراه، انا من عشاق هيجري وراه بتحط لي صوره بقى ويركبوها لي وهو بيجري كل وراه. الدعم لسياده العبيد. انا اهو، على فكره انا اهو بجيب ورا انا وبقول لك كل الدعم لسياده العبيد ماشي. على فكره انا عايز اقول لك تيجي على وراه حاجه. هو اديك عنوان الاستوديو لما تيجي معاك انا والله تطلع يمين مش انا شمال. والله العظيم بجد من غير حلفان يعني انا من عشاق ودراويش حسام حسن كلاعب والله يعني فعلا، سواء هو كان تاريخ بيلعب يا في الاهلي او مصطفى. سواء هو كان بيلعب في مصطفى الزمالك. تاريخ، بص لا ننكر الراجل بالظبط. ده بجد كان بجد يعني. وانا بتفرج على ماتشات منتخب مصر كنت بستنى اتفرج على ماتشات منتخب مصر من ضمن الاسباب والله غير حب الوطن وان منتخب بلدي يكسب انا كنت حسام بحب حسن اتفرج عليه في الاهلي، احب اتفرج عليه في الزمالك، احب اتفرج عليه في المنتخب. انا اي حته كان حسام فيها انا خلاص اقسم يمين بحب بالله اتفرج في عليه ماتش مصر والكونغو بغض النظر عن 2006. الانتماءات. والله العظيم 3 في ماتش مصر والكونغو انا كنت في المباراه 2006. دي في الاستاد على فكره، مش قادر اقول لك فرحتي ازاي بالهدف والله ده. وهو جاب جون من احلى جوان البطوله اللي بيفهم كوره، طبعا لان الكوره جات له بوش رجل احمد حسن تقريبا، انا مش فاكر غلط، طارق السيد، مش فاكر طارق بس السيد انا مش اللي فاكر. عمل اسيست الكوره دي حط الكوره على صدره، حط الاثنين مدافعين في ظهره في السن ده وهو مش قادر يجري قوي طبعا. ومحجز على الكوره زي ما الكتاب ما قال. المدافع من هنا من يمينه ومن شماله بيحاولوا يزقوه يعملوا مفيش يا باشا، حطت الكوره وش الرجل. رجله صح جون صح، الله ينور والله عليك. العظيم سينمائي. طبعا. وكانت قفله من احلى القفلات اللي كان لازم حسام حسن يقفل عليها بصراحه يعني انا كنت شايف كده. بس خلاص هو يعني طبعا انا اجي بقى لنقطه ان هو يعني كمدير فني تصريحه النهارده غريب جدا بالنسبه لي، ان هو شايف ان مفيش لعيبه، هو مش لاقي لعيبه من الدوري ان هو يضمها للمنتخب. التصريح التاني واللي بالنسبه لي بقى اللي كان اغرب اكتر، وده يعني علامه استفهام كبيره جدا، ان انت بتتكلم النهارده شايف ان احنا لسه ما ضمناش ان احنا تأهلنا لكاس العالم، تمام، وقال مش عايز بمعنى يعني اصح كده ان الاعلام او الناس خلاص ما تطمنش ان احنا صعدنا كاس العالم ولسه في مباريات، ومنتخب بوركينا فاسو مش منتخب سهل. انت شايف هل مصر كلها يعني لو سألت اي طفل صغير انت شايف ان النهارده فرصة مصر في صعود كاس العالم في ظل كاس العالم الجاي بعدد الفرق المشاركة، انت شايف ان فرصة مصر صعبة في صعود كاس العالم؟ لا انا هقول لك وجهه نظري بالظبط. قول خلينا نتفق ان اللاعب المحلي غير اللاعب الدولي. انا متفق صح. عندك كام لاعب، كام نادي يا سيدي احتك احتكاكات افريقيه عنده لعيبه جواه مؤهله انها تستحمل ضغوط الماتشات اللي كل مره بنقعد نحكي في نفس القصه بس محدش بيقعد يسمع. عندك كام نادي لاعب، كام لاعب ينفع يلعب معاك في منتخب مصر عنده خبرات الضغوط. انت ممكن يكون عندك لعيب على فكره بدايه المحله مثلا، الولد اللي جاب الجول ده فكره كويس مش وحش، ماجد هاني. صح. بالمناسبه ده معار من نادي الزمالك. اللعيب بتاع نص الملعب بتاع سموحه ناشئين. قلاوي ده مش فاكر اسمه، محمد قلاوي او حاجه مش فاكر اسمه بصراحه. ولد عمرو، اسمه عمرو قلاوي. عمرو قلاوي ولد حلو قوي قوي. بس هل عنده الخبرات الافريقيه؟ انت تقدر تامن انك تلعب اول ماتش بوركينا فاسو بمحترفين حتى لو على الارض، تضمن انك تلعب في نص الملعب؟ انا وشايف يعني رغم ان التصريح يبان ان هو صعب، لكن في واقع الامر هو حقيقه. انت للاسف ما عندكش بيلعب في افريقيا النهارده غير الاهلي والزمالك المكملين. فيوتشر شارك مشاركه لطيفه مش سيئه، وليس من الامكان احسن مما اتعمل. بيراميدز خرج من الجروب ستيج، كان مفاجاه ان على الاقل توصل دي، يعني على الاقل سيمي فاينل بالامكانيات اللي عندك، صح كده؟ ادي اللعيبه اللي عندك، ادي الانديه. طيب جميل كلامك كله على عيني وعلى راسي. انا مش الزمالك برضه للامانه برضه ما لعبش يعني، مش مختلف برضه وصل الفاينل عشان بس ندي كل زي حق هو لعب فيوتشر في دور الثمانيه فعدى، قابل اكاديميه دريمز عدى وصل الفاينل. يعني اول ماتش اول احتكاك حقيقي قدامه اهو، قدام ضغط الجمهور، اتفرجت على الفرقه في اول نص ساعه فكه. مش هي دي النهارده هيتاخد منها زيزو، مش ده اللي هيتاخد منه فتوح، مش ده اللي الناس كانت بتقول فاكر من الاوقات احنا عايزين عواد يخش ينسب جول المنتخب، لو الشناوي فضل متصاب خدوا مصطفى شوبير وخدوا عواد، مش الناس كانت بتقول كده؟ في ظل المتاح انا مش معترض في ظل المتاح كاكاكا. ما يا فندم النهارده تعالى النهارده معلش، تعالى النهارده نلبس توب حسام حسن. انا وانت النهارده قعدنا على كرسي الاداره الفنيه، جميل. الشناوي لسه متصاب، مصطفى شوبير لا قدر الله حصل له حاجه ربنا يحفظه ويحميه، او بلاش هو يا عم موجود وخدت معاه عواد، هتنفع تاخد حد تاني؟ لا حلو قوي، سيبك من الجول التالت اللي جاي كان بقى مش فارقه معايا. طيب حضرتك عواد بالمنظر اللي انت شفته ده تامل انه ينزل معاك الماتش بدل لو قدر حصل مصطفى حاجه في لا طبعا عواد طيب. مش هينفع يلعب اساسي. يبقى النهارده تصريح حسام حسن مش غلط.
يبقى تصريح يا فندم. الراجل هو احنا ليه نزعل من الحقيقه لما تقال في وشنا؟ يا فندم يعني انا ليه ازعل لما الحقيقه تقال في وشي؟ بالعكس، انا لو حد يواجهني بالحقيقه احسن ما يفضل طول الوقت مملسني. ما لما اجاني بيجي كان يقول لك الفرقه دي هتعمل اللي ما تعملش، صح؟ خدنا على عينينا. جالنا بعد كده ايهاب جلال قال لك لا الفرقه دي مستوى منتخب خدنا على عينينا. طب انا ممكن اقول لك ان الناس اللي واجهتنا بحياتنا يا مصطفى هي الناس اللي نجحت. هيكتور كوبر لما واجهنا بحياتنا نجحنا. جميل. لما كارلوس كيروش واجهنا بحياتنا نجحنا. حسام حسن انا اللي عاجبني في تجربته رغم ان ممكن يكون عليها كونسيرنز وتحفظات، لكن الراجل ده بيواجهنا بحياتنا. جميل. ممكن بقى اعمل لك ستوب واقول لك كده زي ايه، زي الفنانين. اتفضل. حسام كيروش لما جه واجهنا بحياتنا، وكوبر لما جه واجهنا بحياتنا، ما جاش قال لك في مؤتمر صحفي وهو مدير فني المنتخب انا مش لاقي لعيبه اخدها من الدوري. لا قال كده. لما قالش لا كده. كارلوس كيروش قال لك ايه يا باشا؟ هو قالها بشياكه. كارلوس كيروش قال لك ايه؟ قال لك انا مع احنا اللعيب المصري يفتقد للاساسيات. انا المفروض جاي ادربه على تكتيك. طبعا انا اتصدمت ان انا المفروض اعلمه ازاي يباصي. وده صح وده صح مش غلط. لما جه نادي الزمالك في الفتره في الولايه الاولانيه قال كده. جوزيه لما جه في زمان في 2001 قال كده على فكره. انا معاك والله، انا مش ضد اللي انت بتقوله. جميل. هو لازم يعني لازم اقولها بالشكل. لا مش قصه حسام حسن في تصريح صحفي خاص قال لعيبه مصر لسه مفتقد اساسيات كره القدم. حلو كده التصريح كده حلو. انت برضو ما فهمتنيش للاسف. انا هقول لك ليه. انت النهارده حسام حسن كمدير فني المنتخب قبل ما تمسك وانت مرشح لتدريب المنتخب وانت بقالك كتير نفسك ان انت التارجت بتاعك تبقى مدير فني للمنتخب، هل انت مش عارف ان اللعيبه دي هي اللي هتبقى متاحه قدامك؟ طبعا عارف. ده كان في شهر واحد كان قاعد وانت ماسك الراجل بالزبط. اللي قاعد على الدكه الحاج فيتوريا ده بالظبط. انت بقى ماسكه سلخ بالظبط. اكيد عارف وعارف هو ده اللي انا بتكلم فيه. هل انت النهارده كمدير فني، انت كحسام حسن مدير فني، انت النهارده برتغالي مثلا جاي من بره وراكب الطياره وجيت اتفاجئت بالمستوى؟ انت اوريدي عارف، انت من جوه المطبخ. اصل انا مش شايف ان حسام حسن يا مصطفى بيغسل ايديه. انا ما بقولش ان هو بيغسل ايديه. حلو قوي. يبقى احنا كده اتفقنا على اول نقطه. ومعاك جدا ان تصريحه ده حقيقي. انا معاك، انا مش معترض. طب انت زعلان ليه؟ طب انا بتكلم هل انت هو كلامه ان هو متفاجئ ان هو كان قاعد بيتابع المباريات اللي فاتت. لا هو مش متفاجئ. لا هو شايف نبره. لا هو شايف ان السكاكين، انا اقول لك بقى باحساسي يعني، خلاص هو شايف ان السكاكين يعني عارف متسننه وجاهزه ليه. واحد، خلاص تحفز من الاعلام والسوشيال ميديا غير عادي. فبدا النهارده عشان انا راجل بقول انا راجل ومنتخب مصر وقوه وانا جاي واهم من الجمهور واهم حاجه وي جاي لي النهارده حضرتك تمسك لي السكينه؟ لا حضرتك خليك فاكر معايا انا مستلم فرقه مستواها عامل ازاي. انا هعمل اللي عليا. انا على قد ما اقدر هبذل من جهد، والناس عملت مجهود. كابتن ابراهيم حسن عمل مجهود يشكر انه خلى ماتش بوركينا فاسو يوم 6 بدل يوم 7. دي حاجه يشكر عليها لان ده اللي في ايده مش في بتاع فيديو بس. دي واحد صح كده. الراجل على قد ما يقدر ضغط على اتحاد الكوره ان يبدا يكلم الجهات الامنيه والجهات المعنيه ان يخلي فيه جمهور متاح بعدد اكبر من اللي كان بيخش قبل كده اللي يشجع منتخب مصر. طب ما انت معنى كلامك كده ان الاعلام هو بيعمل اللي عليه طبعا انا ما فكرتش بقول لك لا فين التحفز بقى؟ اتفرج على السوشيال ميديا يا مصطفى. ما السوشيال ميديا يا جماعه النهارده مش هنضحك على بعض، هي عنصر فعال ومؤثر في تكوين الكائن المصري والمواطن المصري، وبتخليه دايما وهو قاعد بتاثر على قراراته. جميل. انا كل ما بفتح اي صفحه محلل او اي واحد قاعد على كاميرا ومعاه مايك وبيتكلم بيمسك يقول لك انا تجربه حسام حسن مش عاجباني. انا ليا تحفظات عليها زيه على فكره بس النهارده لازم اديله المساحه وادعمه وبعد النتيجه حاسبه. طب ما انا عملت كده مع فييرا وعملت كده مع فيتوريا وعملت كده مع اسمه ده مع كيروش وعملت كده مع كوبر، مع اعترافي ان الكواليتي بتاع كوبر وكيروش كمديرين فنيين هم اقوى من حسام حسن كبروفايل وكل حاجه. بس هو اللي موجود النهارده. انا قدام ماتشين لازم اقف في ظهره لان لا املك غير كده. على فكره خد بالك انا ما بقيمش حسام حسن، ومعلش الاعلامي اللي يطلع ولا مدرب سابق اللي بيطلع في الاستوديوهات او بيطلع في البرامج الاعلاميه يقيم حسام حسن في تجربته مع المنتخب، ده شيء ضرب من العبث والخيال، لان لسه حسام حسن ما لعبش غير ماتشين. الله ينور عليك. اهو ابتدينا. انا معاك على فكره. انا كل اللي بقوله توقعي فيما هو قادم. مسيرته مع المنتخب انا بالنسبه لي كمدرب بقول لك ان هو انا عندي قناعه ان هو مش هينجح مع المنتخب. كرامه للنبي. لكن انا ما اقدرش اقيمه دلوقتي. لو انا جيت اقيمه دلوقتي تجربته مع المنتخب يبقى انا جاحد. مصطفى لا كرامه للنبي في وطنه. حسن شحاته كان هيمشي من المنتخب. احنا اتكلمنا في قصه كابتن حسام البدري مشي. انا ما بتكلمش على مستويات، انا بكلمك على طريقه ان هو متداس عليه وعادي يمشي. ولبسوه موضوع تاجيل الماتشات ساعه ما كان في فتره توقف دولي
وساعتها المفروض نلعب في الفيفا ديت، والمفروض مستر نلعب احمد عشان مجاهد التصنيف. هو اللي ضغط على كابتن حسام البدري ان ما يلعبش الماتشات والفرقه تقف وما تلعبش الدوري وكل ده. تفتكر ليه؟ ايه؟ تفتكر ليه ما ضغط على حسام البدري عشان ما يلعبش؟ كان عشان عايز يكمل الدوري، بس كان عشان عايز يكمل الدوري على فكره، هو كان عشان عايز يكمل الدوري، والاهلي ساعتها راح واقف له قال له يا باشا انا لعبت بره، فوقفوا الدوري تاني، فلا الاهلي لعب ولا المنتخب لعب، بالظبط. ولبسها عين حسام البدري. كابتن ايهاب جلال اقيل في الطياره. دي المدربين المنتخب الوطني، ده تاريخ المدربين المنتخبات الوطنيه والمدربين الوطنيين معاه. طيب انا النهارده لازم كابتن حسام حسن ده كنا نكتب جنبه لو او سير عشان خاطر الناس تتعامل معاه بطريقه احسن؟ لا، انا على فكره ما بقولش ان هو كويس او وحش، انا بقول انه ياخد فترته ويتم دعمه، لان فعلا محك جلدك مثل ظفرك، وهو في الوضع ده وطبقا للكواليتي اللي موجوده انا شايف ان هو يعني مناسب الفتره دي لغايه ما بس ايه نعدي ونبقى نشوف نعمل بعد. طيب تمام، عشان احنا برضو ما ناخدش فيها وقت كتير، عشان احنا عايزين نتكلم في حاجات كمان اهم مهمه. انا ما بقولش ان حسام حسن لا يصلح، خد بالك من طبعا. انا ممكن على فكره تجيب لي مدرب اجنبي تقول لي بيبقى مدرب كويس جدا وانا اقول لك مش هينجح مع المنتخب، فما تاخدهاش في قصه ان انا شايف عشان هو مصري. لا، انا ما بتكلمش في النقطه دي خالص، خد بالك. سامح يا عم مصطفى، عشان تبقى فاهم يعني. سياده العميد مصطفى بيدعم حضرتك برضه، بس لكن مش لازم تجيب الفلك خلاص. انا اللي عايز ااكد عليه قبل ما نتحول من القصه دي انه هو عارف وبيحارب من زمان ان هو يمسك المنتخب، وده حقه على فكره، ولكن هو عارف ان دي القماشه وهي دي الناس اللي موجوده يا في مصطفى الدوري. بس تقدر هو ده انا قصدي على النقطه دي. تقدر تقول لي حضرتك المحترفين اللي معاه اللي ممكن يخشوا معايا فين؟ جميل، كويس ان انت عد لي كده يا باشا، كويس انت جبت لنا في النقطه دي. عملت ايه؟ عملت تحويل. يلا يا باشا، جميل. عد لي يا باشا اللعيبه يا باشا اللي المحترفه اللي ممكن يجيب، مش هقول لك عامل محليه، هات يا باشا الناس يا باشا اللي بيسموها كريم دولا كريم. يلا يا باشا. طب انا هبتدي بحاجه. اتفضل. المنتخب الاولمبي اللي مع ميكالي اللي هيلعب ان شاء الله اولمبياد، هل انت شايف في لاعبين نقدر ناخدهم للمنتخب الاول؟ انا من وجهه نظري قبل ما اسال يعني قبل ما انت تجاوب، انا شايف لعيبه كتير تصلح. انا شايف لعيبه كتير منه تصلح وتبقى امتداد عشان كاس عالم 2026. الله ينور عليك. بالك اصلا جميل. عشان المشكله مش ان احنا نعدي مرحله، المشكله انك تكمل بالظبط لغايه 2026. انت هنعمل ابجريد في الفئه العمريه. بصراحه عامل شغل كويس هو ما يعني بصراحه بالتنسيق مع كابتن محمد بركات للامانه يعني بصراحه مجهود يشكر عليه. انا بتكلم على اللعيبه نفسهم اللي موجودين في المنتخب. انا مش هقولك هتاخدهم كلهم طبعا ولا هتاخد السواد الاعظم منهم، ولكن هتاخد على الاقل المحترفين. خلينا بس في النهارده وبكره حلال. لا انت المحترفين هي برضو خد بالك زي ما القماشه ده على قدها هنا في الدوري المصري، القماشه برضو على قدها خد بالك في قصه المحترفين. طيب عشان ما نبقاش يعني عشان ما نضحكش على بعض. انت هيبقى مين اول واحد؟ طبعا محمد صلاح. طبعا بدون نقاش. تريزيجيه، عمر مرموش صح تمام. انا نني بقى اللي ما بيلعبش هتجيبه. نني هتجيب سام مرسي اللي طالع من نورwich سيتي اللي اسبوتش داون هتخليني انا كنت حافظ اسمه، خليني انت غلط نادي اسبوتش داون صح كده. حلو قوي. النادي اللي طلع بيه من تحت لفوق، مش من شامبيونشيب للدوري البريمير ليج بالظبط. صح. بنقول له الف مبروك يا عم سام على ايه المجهود اللي انت عملته ده. كابتن القائد. حلو يا سيدي جميل. حلو يا سيدي. وراجل كان لابس الكوفيه الفلسطينيه والله وحاجه زي الفل اقسم بالله العظيم. بالمناسبه كوبر على فكره ضمه. هو مستواه ولا كوكا ولا حمدي فتحي ولا دونجا الزمالك؟ امال دونجا بتاع البرازيل. انا هقول لك على حاجه. لما احنا عشان انت عارف انت عندنا دونجا في بيراميدز ودونجا في الزمالك وميسي في الاتحاد، انت عارف يعني ونيمار في الزمالك، وعندنا حاجات غريبه. ما عندناش رونالدو. المهم ان شاء الله CR7 مبقاش موجود ان شاء الله يا كفره. يعني كل الاسامي دي سميتوها وجت على CR7 وقفت. بالظبط. حبيب قلب CR7 احلى تحيه ليك وعلى نادي النصر. لكن وعشاق نادي النصر المحترفين انت هتلعب في الفريم اللي انا بقول لك عليه ده. النني بالنسبه لي يعني معلش يعني. طيب خلاص يعني خلص. يعني خلينا نلعب موضوع تاني. حاول يعني الاول يلعب الكلام عن صلاح. الاول يلعب في ارسنال الاول يشارك في المباريات وبعد كده عشان تقدر انت تقيمه. بمناسبه بقى الكلام عن صلاح، انت شايف انه هيمشي ولا هيفضل قاعد في السريع بقى؟ بالنسبه لي انا عشان كده انا عايز اخد بس خبره التحكيم. بالنسبه لي على الاقل هيكمل السيزون الجاي مع ليفربول. انا بقول لك اهو السنه الجايه في السعوديه هنشوف. خدها مني. انا بالنسبه لي كتوقعي لا يعني لو هيروح السعوديه مش السنه الجايه، السنه اللي بعدها. شوف انا وجهه نظري اللي وقف التعاقد مع محمد صلاح السنه اللي فاتت والانتقال لنادي اتحاد جده
مش يورجن كلوب قد ما نادي ليفربول ما كانش لاقي البديل، يعني او مش لاقي البديل، خلينا نقول المعنى الادق، ما كانش عنده وقت انه يدور انه يجيب البديل بتاع محمد صلاح على نفس هو ايه، قصدك هيجيب لعيبه على نفس المستوى او حتى بوتنشن، يعني لعيب كويس زي محمد صلاح ما كان صغير كده وهو عارف انه خلاص هيجي منه قدام. انت جاي لي في اخر يوم في السوق الانتقالات وتقول لي انا عايز محمد صلاح؟ لا يا حبيبي اسف، يلا بابا بالسلام، صح كده؟ انا بيتهيألي هو ده السبب. لكن السنه دي انا حاسس ان في تنسيق من بدري بين رامي عباس واتحاد جده ونادي ليفربول، عشان تبقى عارف انا دي وجهه نظري، المؤشر بيقول كده. يورجن كلوب ماشي، المدرب ما الجديد جه بين مسك، رامي عباس وما بيقول- بين انمار الحقيقي الراجل بتاع اتحاد جده. يعني انا بقول لك هو المدير الفني الجديد، هو بيقول لك انا هو في مشروعي، وكل ده كلام للدعايه، وان انا بفضل بالاخر انا بعزز ثمن الراجل اللي معايا من الاخر، انا عايز الفلوس اللي السنه اللي فاتت طلعت معايا عليها. انا بص انا دي وجهه نظر. دي وجهه نظرك، وانا وجهه نظري ان هو على الاقل مع قدوم المدير الفني الهولندي اللي هيجي يمسك ليفربول من السيزون الجاي، على الاقل صلاح هيشوف الدنيا معاه ايه، هي يعني هيكمل الموسم الجاي، وبعدها هو بعد كده هيقدر ان هو يعني يخرج. قولوا لنا يا جماعه في الكومنتات، شايفين ان محمد صلاح هيروح السعوديه ولا هيفضل قاعد مع ليفربول؟ انا عايز قبل ما نروح لقصه التحكيم بقى عشان هنختم بيها النهارده، في لعيب برضو محترف في بروسيا موشن جلادباخ اسمه مصطفى اشرف، اللي كان وده كان في الزمالك خناقه عليه بالظبط. الله ينور عليك كده. ده لعيب برضو كويس، انا اتفرجت عليه، لعيب كويس ولعيب بروميسنج جدا، ولعيب سنه صغير، وبشوف ان هو برضو نجرب يا جماعه. على يعني فكره عمر مرموش في كلام على فكره انه رايح توتنهام، في كلام على على فكرة. توتنهام، وعلى فكره وفي كلام من ليفربول كمان، وعلى فكره في كلام على ليفربول. فانا مش عايز نفضل في الفريم بتاعت واخد ريكومنديشن من صلاح اي خدمه، فانا مش عايز نفضل في الفريم بتاعت عشان عمر بس على اسم ابني بس ربنا يخلي حبيب قلبي. مش عايزين نفضل في الفريم اللي هي بتاعت محمد النني، حمدي فتحي، وكلام ان طارق حامد يرجع. عايزين نعمل، يعني انا مع احترامي عايزين نعمل موف اون يا جماعه، عايزين نطلع قدام يا جماعه. فين محمود صابر بقى؟ فين محمود صابر بقى؟ وفين ابراهيم عادل بقى؟ بغض النظر ان طارق حامد احسن لعيب 6 اخر 8-9 سنين يا سيدي، انا عشان ما نبخسش في حق يعني الراجل، انا ما بقولش ان هو وحش والله، طبعا، انا ما بقولش ان هو وحش، لكن انا هجيب لعيب النهارده انا عارف انه مش هيلعب معايا كاس العالم 2026. ما هو ده انا بتكلم فيه، انا صح، انا معاك. محمد صلاح عشان ده محمد صلاح، ما هو ممكن يكمل. الشناوي علشان مركزه يسمح له ان هو ممكن يكمل. عبد المنعم لسه صغير، احمد نبيل كوكا، احمد فتوح، زيزو، كل الناس دي صغيره ممكن تكمل. ما هو انا بقول عايزين بقى نطلع من الفريم اللي هو بتاع النني، يعني نجرب، وده لعيب محترف، يعني مصطفى اشرف لعيب محترف وبيلعب. ده في كلام، خلي بالك ان النني وتريزيجيه السنه الجايه جايين الاهلي، خلي بالك الله اعلم، الله اعلم، بس بالمستويات تريزيجيه بيقدم مستويات كويسه، مش يعني لا باس بها يعني في الدوري. خلي بالك الاهلي عنده كاس عالم انديه ومحتاج في اوضه اللبس حد برضه يبقى عنده السنس بتاع اوروبا وبتاع. وعلى فكره انا ما عنديش مشكله برضه ما نجرب سام مرسي، لما كوبر ضمه ما ادالوش فرص كتير ان انت تقدر برضه تحكم عليها، يعني نجربه، مش هنخسر حاجه يعني. سياده العميد لو سمحت هات سام مرسي عشان خاطر مصطفى يجربها. انا ما بقولكش ان هو لعيب، يعني انت ضامن مش بقولك ان اللعيب ده انت ضامن نجاحهم 100%. جرب، طالما انت شايف ان انت ما فيش لعيبه تصلح، يبقى انت هتروح للوي ده، هتروح للوي اللي هو ان انت تجرب لعيبه من بره، تتفرج، شوف، مش هتخسر حاجه. كل التوفيق لنادي الزمالك، كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق والدعم لكابتن حسام حسن، وربنا يكرمنا ونوصل كاس عالم. عايز انت تلبسني مع كابتن حسام في اي حاجه؟ بص انا عارف انا ومصطفى كل التوفيق والدعم للنادي الاهلي والزمالك، او الزمالك والاهلي ومنتخب مصر وكابتن حسام حسن. حلو كده يا مصطفى، جميل. خلينا بقى نخش في المرضي. انا اقعد معاكم بقاش مرضي، تأمرني يا مصطفى. الامر لله يا حبيبي. نخش بقى في قصه التحكيم عشان نقفل بقى النهارده. انت بقى عايز اسالك سؤال الساعه، سؤال كده جميل. انت عرفته عرفت سؤال الساعه اللي كل الناس عايزه تساله لي في الحلقه، في الكومنتات ناس كتير سالتني السؤال ده. انت ايه حكمك للبنالتي اللي ما اتحسبش للفار اللغاه يعني في مباراه الزمالك وسموحه بتاع احمد حمدي؟ ده اول سؤال يعني. خلينا نتفق على حاجه، هحرج لك شويه اسئله كده. وماله يا باشا، وماله، فقره تسال محمد ماشي. بص، خلينا نتفق الاول، اللعبه صعبه اكيد للامانه، اكيد. التصوير السيء هو اللي خلى اللعبه صعبه. هي اللعبه سهله لو التصوير كويس. ممكن ثانيه بقى. انا دايما بقول لك ايه، او في كلامنا عموما في قصه الفار والاخراج او التصوير من جوه غرفه الفار بالاخص يعني، لان هي اللي بيبقى في ايديها كل الفيديو. حكم الفار هو اللي بيبقى في ايديه الماده الماتيريال اللي بتروح للحكم لما بيجي يراجع الكوره. التصوير عندنا هو خد بالك ممكن يوديك في حته ويجيبك في حته.
يعني انا ما بشوفش كده قوي، يعني المشكله في كواليتي الصوره. انا شايف اكتر من كده، بس انا هفضل دي وجهه نظري. مشكله في كواليتي الصوره. لان المخرج يا جماعه، بفضل اقول تاني اهو، المخرج ليس له سلطان على حكم الفار. عشان كده بنقول حكم الفار هو اللي في حكم ايده، الفار هو اللي عنده اكسس على الكاميرات زي المخرج. هو اللي بيعين لنفسه اللقطات، هو اللي بيشوف اللقطات المناسبه، هو اللي بيعمل كل حاجه. ولو اختلط عليه الامر او شايف او القرارات اختلفت، حصل يعني كونفليكت بين قرارات او يعني اختلاف تسميه قرارات حكم الساحه حكم الفار، بيستدعيه علشان يشوفه على الشاشه، يشوف ياخد قرار. فالقصه كلها اصلا عن حكم الفار. انا شايف لو كان التصوير كويس كان ممكن اللقطه تبان، لكن صوره مش حلوه وده اللي خلى اللعبه صعبه. لكن الامانه خليني اسير الجدل. ايوه، واقول يا جماعه ان كوره احمد حمدي ضربه جزاء. بصراحه انا دي وجهه نظري، ومش شايف اصلا سبب بصراحه يعني ان الناس تقول مش ضربه جزاء، لان الكوره خبطت في صابونه الرجل من الجنب بتاعت احمد حمدي، من تحت بتاعت الله ينور عليك، قبل ما تخبط، قبل ما لعيب سموحه يلمس. فاللي حصل ان لعيب سموحه لمس رجل احمد حمدي الاول، وبعد كده راح لمس الكوره بعد ما احمد حمدي لمسها، او الكره لما خبطت في الصابونه زي ما انت بتقول اترفعت شويه من الارض. العبره في احتساب ضربه الجزاء ايه دايما، او في اي فاول، انت كمدافع لمست ايه الاول؟ لو لمست الكره الاول، لو جبت للمهاجم او اللعيب اللي بتلعب عليه ده جبته على الارض، هي مش فاول. لو لمست رجله سنه، حتى لو شلت الكوره منين، هي فاول بغض النظر بقى عن مكانها. لو جوه 18 وانا برضه هاجي معاك في نفس الوي، والكره بالنسبه لي برضه ركله بنالتي اكيد. ونفس القصه برضه هنروح برضه للكره بتاعت حسام حسن وحسام عبد المجيد. انت شايفها ايه برضه؟ اللي هي كان عليها لغط شويه مع محمود البنا. ليه حسام عبد المجيد ايه؟ مش هنقول شده برضه، بمعنى هو مع بالكره كده بصياعه كده، حسام حسن لبسها لحسام، هي لبسها صح، انا معاك. لكن محمود البنا انا برضو خليني البس توب يعني لحد ما يعني بتاعت حكم. هقول لك، هو شايف طول الوقت حسام حسن بيدعي، صح، بيدعي. فده اللي اداله احساس ان الكوره كده، ولو ان هو شاف في الفار الشده، هو اعتبر انها بزياده فيها تمثيل، وفعلا هو عمل فيها سيميليشن. هي الشده عمل فيها سيميليشن مظبوط بالظبط. للامانه حسام حسن عمل سيميليشن مظبوط ولبس حسام عبد المجيد. هي الشده بتاعت حسام ما توقعوش بالشكل ده، بس لكن هي تلبيسه تحسبها، وهي ضربه جزاء يعني لو اتحسبت او ما اتحسبتش ضربه جزاء قرار واحدا يعني بصراحه. لكن يعني ده اللي شايفه. طب انت تابعت ماتش الاهلي والبلديه؟ شفت الملخص طبعا، عشان انا لسه قلت من شويه ان انا يعني ما لحقتش اتفرج عليه، بس شفت الملخص يعني معظم طب ايه رايك في التدخلات؟ مش كنت شايف على الاقل ان في كارت اصفر للعيبه البلديه ولا في لا بص، انا برضو عايز اتكلم في الحته دي، لان انت بمناسبه الحته دي اللي عرفته ان الاهلي عمل بيان عشان خاطر موضوع التدخلات وبتاع. انا طبعا هو مش بيان، هو بيان مجمع. انا بالنسبه لي برضو لو هو انا بتكلم عن النقطه دي، انا ما اعرفش ايه اللي في بقيه البيان، ولكن انا بتكلم في النقطه دي. يعني مفيش نادي في العالم هيعمل بيان عشان بيتكلم عنها ان التدخلات كانت عنيفه، عشان دي غريبه بالنسبه لي. هو بيتكلم انه شايف مشاكل في التحكيم معاه في كذا حاجه. تمام، اللي انا فهمته يعني انا بالنسبه لي بلديه المحله الماتش الحكم اللي حكم بلديه المحله ونادي الاهلي في استاد المحله، وانت عارف صعوبه الاستاد، واول مره حكم. ولو ان يا جماعه كل التحيه والتقدير لحكم الرايه بصراحه، قولا واحدا مع احترامي لاي حد، لا كان حكم بالنسبه لي. لكن مشكلة ان الولد يعني اول ماتش يحكم هو اللي حكم الساحه برضو اللي تتخبره بس. لا انا عايز بس اتكلم في حاجه بس. انا بالنسبه لي مقبول جدا الاهلي يعمل بيان، على فكره بتحصل في العالم كله، يعمل بيان. والزمالك عمل بيان بالظبط، يعمل بيان ان هو بيعترض على التحكيم، دي ما فيهاش مشكله. لكن انا بالنسبه لي اللي كانت غريبه شويه ان انت بتعمل في جوه البيان بتتكلم على التدخلات. اصل وارد، خد بالك انت بنشوف ماتشات في كل حته في الدنيا. الاهلي عامه طلب حكام اجانب لاخر السنه. انا عارف، انا عارف ان هو طلب حكام اجانب. لو الطلب ده قبل بالموافقه، يا ريت لو الطلب ده قبل بالموافقه، انا بقول لك اهو بيريرا مش هيكمل، هيتكل على الله. احنا لسه شفت عايز كنا بنتكلم في الحلقات اللي في الحلقه اللي فاتت، يعني متعه الايجيبشن ليج يا بيه. بالظبط، هو ده السسبنس بعينه يا جماعه، متعه الايجيبشن. انا قلت لك بيريرا قبل ما يجي قصه ان الاهلي بيطلب حكام اجانب. على فكره خد بالك، قصه الحكام الاجانب دي او الفيلم ده احنا شفناه كتير، انت شفته كتير دي صح، ده خلاه سينما كتير. بالظبط كده. ويا ريت على فكره، انا اتمنى النهارده بغض النظر ان بيريرا استمر او من عدم استمراره، اتمنى ان اتحاد الكره يوافق على طلب النادي الاهلي ويجيب حكام اجانب لبقيه الماتشات. يعني مش انا عايز اشوف دايما الطلب ده بيتم قبوله بالرفض.
انا عايز في مره اشوف الطلب ده فعلا يتنفذ. اصل الاهلي هيدفع فلوس ولا ما ايوه، مع الاهلي على فكره قال كده في بيانه ان هو هيدفع، ان هو هيشيل الليله يعني بمعنى اصح. بس انا عايز الاتحاد الكوره يوافق على الطلب ده. انا اتمنى ان انا نداء اتمنى اشوف الفيلم ده بقى يعني لاتحاد ايه الكورة ينجح. بناء عشان على الفيلم طلب ده دايما الاستاذ بيفشل. مصطفى لو سمحتوا موافقوا على جلب حكام اجانب للنادي الاهلي. وبكده نكون النهارده خلصنا. يا ريت ما ننساش فولو فيسبوك، انستجرام، شير، تيك توك، طبعا شير، جميل، سبسكرايب وتفعيل زر الجرس. سبسكرايب حقي اليوتيوب. انا مش عارف انت معلق عليها دي. وقت ما الخلايجه بموت في موبيله، اقسم بالله العظيم انا بسمعها، اقسم بالله بموت فيها. عايزين نتكلم على الدوري السعودي. لا ده لازم انت كده عارف انت عارف نهني بالمناسبه نادي الهلال حصوله على الدوري 19. عارف العبد لله. لا لازم نهني نادي الهلال بفوزه على الدوري 19 عاشر في الدوري يعني. السعودي بس فيعني الف مبروك نادي الهلال، ونشوف بقى يا رب الدنيا فيها ايه. والف مبروك نادي ريال مدريد حصول على الدوري. انت ايه يا عم في ايه بقى؟ تفضل من اول الحلقه لاخر الحلقه تقعد بقى تبارك لريال مدريد؟ لسه ما خدش معلش الشامبيونز يا ليج. سمير، معلش يا احمد، لسه معلش يا 1-6 ما ايمن، جاش. احيانا ربنا كنت نشوف. حاضر معاهم الماتش يعني. معلش هارد لك الفم حاشه، ماشي الفم حاشه. يلا دمتم في امان الله. سلام.